بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انهيار خالد الغندور حرفيا بعد سخريته من النهائي الافريقي بين النادي الاهلي والوداد المغربي، واكبر واقوى رد على خالد الغندور اللي هنسمعه دلوقتي من الاعلامي محمد شبانة. خالد الغندور اللي طلع يسخر من النهائي الافريقي ويقول النادي الاهلي ملكش حجة، المباراة ذهاب واياب والساعة الكاملة في استاد القاهرة. كلام خالد غندور لا استياء كثير من الاهلاويه ولا رد فعل قوي جدا خلى خالد غندور ينهار حرفيا. نروح نسمع محمد شبانة الاعلامي الكبير المحترم قال ايه عن النادي الاهلي، ونرجع لبعض تاني نرد على خالد الغندور. الوكالات اللي بره اديكم مثال يعني، وبيقارنوا بين الاهلي كنادي في قاره افريقيا وبين ريال مدريد النادي الملكي في القاره الاوروبيه. بيعتبروا ده النادي الملكي في افريقيا وده النادي الملكي في اوروبا. قال لك ان الفرقتين دول في القرن ال21 من سنه 2000 للنهارده وصلوا نهائيات. ده 23 نهائي وده 17. خد بالك في البطولات النهائيات القاريه والعالميه في القرن ال21، واحد وصل 23 مره وواحد وصل 17 مره. مين وصل 23 ومين وصل 17؟ ده اللي بيقولوا على فكره 5 ستار فوتبول ونقلا عن مواقع خارجيه يعني. مين اللي 23 ومين اللي 17؟ قول انت بقى. خد بالك، وصلت نهائي 23 مرة أو 17 مرة. تخيلوا إن ريال مدريد وصل نهائي بطولات القارية أو العالمية سواء في أوروبا أو كأس العالم للأندية والكلام ده للنهائيات 17 مرة والأهلي 23. يعني الأهلي متفوق على ريال مدريد في هذه القصة في الأرقام. فاللي عايز أقوله إن الحدث كبير والاهتمام بيه كبير، ومساندة الأهلي ودعم الأهلي دلوقتي أصبح واجب. دي ما فيهاش هزار يعني. وبعد ما سمعنا الاعلامي الكبير محمد شبانة، نروح برضو ايضا للاعلامي الكبير خير رمضان. الاعلامي خير رمضان انتقد بشدة ما اعتبره تركيزا مبالغا فيه من قبل لاعب نادي الزمالك السابق وقائده التاريخي خالد غندور مع النادي الاهلي قياسا باهتمامه بالنادي الابيض. رمضان او خير رمضان قال خلال برنامجه حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس مساء يوم الاحد: لو عملنا تحليل مضمون لخالد الغندور هنكتشف انه بيتكلم عن النادي الاهلي اضعاف الزمالك. ووجه رمضان رسالة للغندور بعدما يتحدث عن نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد المغربي، وقال له: انت مالك يا خالد، انت مالك يا خالد، هنخسر ولا لنا حجة ولا ملناش حجة؟ انت مالك، هنطلع تاني افريقيا للسنة التانية على التوالي في رابع نهائي متتالي. انت مالك يا خالد. خير رمضان بيقول لخالد غندور: انت مالك يا خالد، هنخسر ولا لنا حجة ولا ملناش حجة؟ انت مالك يا خالد، هنطلع تاني افريقيا للسنة التانية على التوالي في رابع نهائي متتالي. انت مالك يا خالد. واشار الى ان الزمالك في حاجة لصوت خالد الغندور من اجل حل مشكلاته، داعيا لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة النادي بالتركيز مع فريقه. وكمل كلامه خالد رمضان وقال له: مالكش دعوة بالاهلي، هتتعب يا غندور صدقني. مالكش دعوة بالاهلي، هتتعب يا غندور يا صديقي. حديث خير رمضان جاء تعليقا على تدوينه كتبها خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك، قال فيها: مالكش حجة، النهائي ذهاب وإياب مش مباراة واحدة في المغرب زي 2022، وكمان الحضور جماهيري كامل في مصر. وتضمن تدوينة خالد الغندور تلميحا مباشرا للمباراة التي جمعت بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في المغرب، ولعب ذلك النهائي بنظام مباراة واحدة وخسرها الأهلي بهدفين نظيفين. طبعا كلنا عارفين ملابسات المباراة اللي فاتت في نهائي دوري افريقيا السابق. واكبر رد على
كلام خالد الغندور اللي هو مالكش حجة. وعلى فكرة انهيار خالد الغندور بالصوت ويعني كل حاجة هتلاقوه في صندوق الوصف، هتلاقي رابط في صندوق الوصف، هتلاقي فيديو خالد الغندور، هتلاقيه الرابط بتاعه في فيديو على قناتنا التانية الاحتياطية. يا ريت تروحوا تضغطوا على الرابط، تروحوا على القناة التانية وتسمعوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتسمعوا حرفيا انهيار خالد الغندور بعد الايه ما شاف رد الفعل عليه. في الحقيقة أقوى رد شفته على كلام خالد الغندور هو اللي سمعته من الإعلامي محمد شبانة، المقارنة بين النادي الأهلي وريال مدريد. فريق الأهلي لما بتقارنه بريال مدريد ما ينفعش يا خالد الغندور تطلع تقول له ليك حجة ولا مالكش حجة. كل التحية والتقدير والاحترام للإعلامي خير رمضان والإعلامي الكبير المحترم محمد شبانة، وبشكركم. وكان معاكم أخوكم خليل أبو آية من قناة خليل رشاد. ويا ريت يا ريت كل الناس اللي تسمع الفيديو يا ريت تروح صندوق الوصف وتضغط على الرابط وتروح على قناتنا الاحتياطية التانية وتشترك في القناة. هتلاقوا هناك فيديوهات هتعجبكم جدا جدا جدا، وإن شاء الله القناة دي هتكون قناة شكل تاني جدا جدا جدا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.